في البث، وقدم بحر التهاني للأخ الأستاذ أيمن مبارك الخضر الجيبين بمناسبة فوزه برئاسة نادي المريخ ونيل ثقة الجمعية العمومية مع إخوانه في المجلس الجديد. مبروك الله خير. بارك الله فيك دكتور مزمل. نقول لك كل عام وانت بخير، والشعب السوداني بكل خير وسنة جديدة وسعيدة على كل الأمة السودانية. وبقول عيد ميلاد سعيد لإخواننا في الطائفة المسيحية، بحييهم بعيد الميلاد المجيد، وبحيي الجماهير وأعضاء الجمعية العمومية لنادي المريخ للممارسة الديمقراطية الراقية اللي سجلوا بها اليوم صفحة جديدة من تاريخ صفحات نادي المريخ العظيم. وحقيقة احنا سعدنا بحضورهم وبمشاركتهم وبانتخابهم لما هم رأوه مناسبا لتحمل مسؤولية إدارة مجلس نادي المريخ بدورة لمدة 4 سنوات. طيب، ماذا تقول عن العرس الديمقراطي الذي عايشناه في نادي المريخ في هذه الليلة الجديدة؟ أنا بقول والله إذا كنت أنا بتمناه إنه يكون ممارساتنا الحياتية بما فيها بتشهد بلادنا ظروف سياسية معقدة. أتمنى إنه يكون نادي المريخ نموذج للعمل الديمقراطي لمراحله الانتقالية ثم الجمعية العمومية والانتخابات، وهو العرس الكبير الذي ينتظره السودان في قضاياه المصيرية والسياسية. ما قدمه نادي المريخ في المرحلة دي نحن محتاجين نقدمه في حياتنا بشكل عام، بلدنا كلها، للبلد كله إن شاء الله. نتمنى لها مع أعياد الاستقلال المجيدة المزيد من الاستقرار والازدهار والتقدم. طيب، ندخل في الغريب طوالي زي ما بيقولوا. جماهير المريخ تريد أن تعرف أو تسمع ماذا يدور في الملفات الساخنة. ابتداء، المريخ معاقب بالحرمان من الانتقالات من ضمن أي لاعب جديد في ثلاث الانتقالات المقبلة بسبب غرامتين للاعبين أدلي ومحمد المنير الليبي. ماذا أنتم فاعلون بخصوص هذا الملف؟ أعتقد إنه ده بيكون من أول الملفات اللي بنديها اهتمامنا، لأنه بنعلم إنه ظرف الزمن التوقيت فترة التسجيلات هي تبدأ من أول الشهر لحد يوم 30، وإحنا مؤكد بنعمل غرفة عمليات مسقرة لحل هذه القضايا بشكل عاجل. أعتقد أنكم بدينا تقريبا في مناقشة مع اللاعب الليبي في عنوان أدلي لتوريد مبالغ العقوبات. وبرضو أنا داير أديك معلومة، خبر حصري وخاص. نحن وكلنا مهمة تسجيلات اللاعبين الجدد يعيك لها. طيب، لأن احنا إن شاء الله بالخطوة الأولى يعني أنتم الآن تشرعوا على الفور في سداد الغرامات الموقعة على نادي المريخ لكي يدخل النادي فترة الانتقالات المقبلة اللي هي في منتصف ديسمبر، منتصف يناير. ملف الاستاد انا بقول برضو مع بشريات السنه الجديده الحمد لله انا تلقيت خبر وصول بوليسة شحن النجيل والكراسي وصلت الى ميناء بور السودان، وده برضو من البشريات والاخبار الساره اللي انا بذيعها لجماهير نادي المريخ، وتكون مع بدايه السنه الجديده دي من ضمن الاخبار المفرحه. وان شاء الله نحن حنعمل على تنفيذ ما بدا في المنشآت، وبنقول يعني ما دام نحن لسه عندنا فرصه انه ممكن الاستاد يخش الخدمه لانه يلعب في شهر 4 مباراه تونس او الزمالك، بنعمل في المشروع ده، نزعل بالمولى عز وجل انه يوفقنا فيه. بملف دعم الفريق بلاعبين جدد جانب، ماذا انتم فاعلون فيه؟ انا بصراحه كنت قعدة مسقرة انا والاخ اسامه عبد الجليل، واجتمعنا بكوتش ريكاردو،
وتناقشنا في امر التسجيلات. جرت العاده انه بيقوموا بها مجموعه من الاداريين ومجموعه من الناس، لجان قدامى لاعبين ومدربين، لكن بالنهايه بيتحمل مسؤوليتها وعبها الجهاز الفني. بالتالي احنا اوكلنا كل العمليه دي للجهاز الفني انه يختار اللاعبين اللي يقدروا. احنا ممكن نقدم له الترشيحات اللي بتجينا من بعض الناس اللي عندهم خبره في اختيار لاعبين حسب الخانات، حسب احتياجاته للخانات، لكن في النهايه القرار متروك له كاملا. وانا كلمته انه هو بيتحمل مسؤوليه اللي بيجيبه، ونحن هننور الراي العام بانه العمليه دي احترافيا نحن اشتغلناها بمواصفاتها. انه اللي بيقوم بالعمليه دي هو الجهاز الفني، هو اللي بيختار اللاعبين اللي بيضمهم وهو محتاج لهم وهو عنده. هل صحيح انه ريكاردو اخطركم برغبته في التعاقد مع 4 لاعبين رشحهم هو؟ هو اتكلم عن انه هو في الارجح العام انه يكون في لاعبين برازيليين، هو بيعرفون وبيعرف نتائجهم، وبعتقد انه هو عنده تجربه في لاعب برازيلي برضه ليما لقى قبول ولقى قدم عرض كويس، وده كان من الاختيارات الموفقه للكره السودانيه للمريخ على وجه الخصوص. فبالتالي نحن اوكلنا له المهمه كامله. ملف الاستثمار احنا اكبر جهدي في الفتره دي بنركز عليه هو الترويج للعلامه، علامه نادي المريخ في شعار النادي للمشاركه في البطولات اللي بتسمح بوجود رعاه داخل الفنيله، وحسب الريكويرمنت بتاعت التنافس بنتفق مع مجموعه من الشركات بانه يكونوا شركاء معانا في نادي المريخ في رعايات مستمره. شركات يعني ممكن نقول وصلنا لشركات وطنيه في المبدا، لكن على العموم نحن عندنا تارجت كبير انه نحط المريخ في رعايه لشركه اسميه كبيره بيكون عندها قيمه وحجم بحجم نادي المريخ العظيم. ما بقدر اقوم اقول لك عليها كلام محدد واسم محدد ودوله محدده او كده، ما لما نحن ننتهي من البروبوزل كله ناخذ كله في البايب لاين ماشي في الكيتشن، يعني بعد ما يخلص نحن نصل فيه خطوات بننوركم به بالمعلومات الحقيقيه ان شاء الله. طيب هل انت متفائل بالمريخ في دور المجموعات؟ انا متفائل جدا بالمريخ، لانه انا اكون تابعت معك مباراه المريخ في الأبيض وكيف كانت مرهقه، وكنا بنتابع مع بعض مباراته مع اهلي طرابلس في بنغازي، كانت كيف سير المباراه مشى، ونحن بنقول متفائلين. في النهايه كل ما له الفريق بيمشي من الافضل للافضل للافضل، حصل تغيير في الجهاز الفني وشفنا النتائج في الفتره اللي فاتت ظهرت شكلها كيف. نحن بقول لك نحن سو فار قبلانين بالحاجه اللي بتحصل هسه، لكن ده المتاح من اللاعبين. خلينا نقول احنا عندنا فرصه نجيب لاعبين جداد وبعد ذلك ونعمل اعداد افضل، تحضيرات افضل بالنسبه لنا. نحن جاهزين نهيئ مناخ كامل للجهاز الفني بحيث انه نلقى النتيجه كويسه. طيب تردد اليوم ان مجلس اداره نادي الهلال قرر سحب الموافقه التي قدمها للمريخ للعب في استاد الهلال. هل حسب علمك تلقيتم او تلقى النادي اي شيء رسمي او مخاطبه او اخبار من نادي الهلال؟ لم نتلقى اي خطاب رسمي من نادي الهلال، انما هذا ما يشيع عبر الوسائط، ونحن نمثل ونحترم نادي الهلال ايا كانت قراراته، لكن نحن هيأنا مناخ كويس لانه الحكايه بتتم عبر اجهزه الاعلام المريخيه واجهزه الهلال المريخيه، وهيأنا لا اجواء اعتقد انها كانت مناسبه لانه تتلاشى العصبيه. انا في النهايه بعتبر انه مش المريخ ده ما برا بيمثل مريخ السودان، فلما كلمه مريخ السودان ما عنده استاد، انا افتكر انه مش في حق المريخ ولا في حق السودان. ما هو المريخ بيمر بظروف محدده بيتجاوزها وبيرجع لاستاده وبترجع الحاجات. سيما انه المساله طرحت بقالب احترافي. الاخوان في نادي الهلال تحدثوا عن ان ملعبهم متاح او مطروح للاستثمار، والمريخ قبل هذه الرؤيه وتوصل الى اتفاق يحفظ حقوق الهلال ويخدم مصالح المريخ. طيب ما دارين نطول، دارين من كلمه اخيره. اول حاجه لمن ترشحوا لعضويه
مجلس إدارة نادي المريخ ولهم يوفقوا ولجماهير المريخ عموما. انا بقول لم يوفقوا، كلهم وفقوا في انهم تقدموا لخدمه النادي، نزلوا نفسهم لخدمه نادي المريخ، وكلهم عندهم تاريخ في خدمه نادي المريخ لا استطيع ان انكر انه ما قاموا به بمجهودات، ولكن الممارسه الديمقراطيه حددت العدد محدود من يمثل المريخ في مجلس ادارته في الفتره بتاعت الاربع سنوات. لكن انا بقول لهم مجلس اداره نادي المريخ مفتوح لكم، انتوا عندكم راي، عندكم وجهه نظر، انتوا كمرشحين كلكم في فرص كبيره في داخل مجلس اداره نادي المريخ متاحه لانكم ان نتعاون معاكم فيها من البدايه ياضينا بربا، لانه نحن في النهايه ظلنا نتكلم من بدايتنا انه نحن خطابنا خطاب ودي، يعني خطاب محبه لكل الناس، انه الناس تستمتع بالكوره وتبعد عن المهاتنه اللي ما بتقدم حاجه لا للمريخ لا للرياضه في السودان. ان شاء الله تكون بدايه عهد جديد للمريخ، بتمنى لكم التوفيق. انا زي ما قلت وكتبت، انتهى السهل وبدا الصعب. مؤكد 4 سنوات تواجهكم فيها ملفات عديده ويبذلكم فيها عمل ضغط وشاق. نتمنى من المولى عز وجل ان يوفقكم ونناشد جماهير المريخ بان تدعم مجلس الجديد وان تلتف حوله، وان يجتمع كل اهل المريخ على كلمه السواء لكي نرى المريخ العظيم في المكان الذي نحب ان نراه فيه. مبروك، شكرا استاذ ايمن. شكرا دكتور مزمل، وشكرا لكل الاعلام المريخي. ونحن بقول لك ابتعدنا من ضغط المريخ لنعود بعلق جديد لخدمه هذا الكيان العظيم. انا شاكر ومقدر لك ولمجهوداتك اللي قاعد تقوم بها تجاه ناديك البترول. موفق دوما ان شاء الله. شكرا لك.